الناس، وبقى عبد السلام عارف هو رئيس جمهورية العراق، فيروح لغي احكام الاعدام اللي حصلت بحق صدام حسين والمجموعة اللي معاه، فصدام حسين يتنقل من مصر ويروح العراق تاني بعد ما حزب البعث هو اللي سيطر على السلطه، وبعدها يتعين في لجنه الاستخبارات بالحزب. لكن بعدها عبد السلام عارف يحصل بينه وبين حزب البعث خلافات ومشاكل، فيصدر قرار باعتقال جميع قاده حزب البعث ومن ضمنهم صدام حسين. لكن لحسن حظ صدام قدر يهرب من الاعتقال، وبدا ياسس جهاز في حزب البعث اسمه جهاز حنين عشان يسقط الحكومه. وفي سنه 1966 يموت عبد السلام عارف لما طيارته سقطت في ظروف غامضه، ويتعين بعدها اخوه عبد الرحمن عارف، ولكن عبد الرحمن عارف ده ما كانش زي اخوه قوي، وبدا حزب البعث يخطط لاسقاط اخوه عبد الرحمن عارف ده، وكان المسؤول عن التخطيط صدام حسين. وفي سنه 1968 يشيلوا عبد الرحمن عارف، وكان صدام حسين على راس المجموعه اللي اقتحمت القصر الجمهوري، وبقى احمد حسن البكر هو رئيس الجمهوريه، وصدام حسين بقى هو نائب الرئيس والمسؤول عن الامن الداخلي.